ما بدنا نحكي إشي شو بتاكلوا. جيبوا لي شيعي واحد فتح يوم أو في زمن أو في الأزمان أو عبر الأزمنة شبر واحد من أراضي المسلمين، جيبوا لي شيعي واحد. ولكنهم أراقوا دماء الملايين من المسلمين من أيام ابن سبأ اللي أسس الدين الشيعي، من أيام ابن العلقمي ونصير الدين الطوسي والدولة البويهية والدولة البهلوية والقرامطة والفاطميين إلى يومنا هذا. شو عملوا الشيعة؟ تاريخ غيانة وغدر ودمار وخراب. ما انتشر هذا الفكر إلا انتشر الزنا واللواط والمتعة والمخدرات والمتفجرات والمفخخات والخيانات ولعنة الوالدين. ولغاية الآن تجد بعض الحمير في الأردن وخارج الأردن بيمدح الحوثي، بيمدح حزب الله، وبيمدح الشيعة، وبتأيد هذا الكلام واللي بتروج له قناة الخنزيرة القطرية والإعلام الإخوانجي الخائن العميل. شوفوا هذا المنظر، هذا المنظر شوفوه يا من تدعون الإسلام والعروبة، يا من تدعون أنكم مسلمين. شوفوا هذا المنظر. الحوثي شو بيعمل بمساجد أهل السنة؟ حولها إلى ملاهي ومراقص مساجد أهل السنة. عاملينه بريك دانس المسجد، ملهى ليلي. هذا قدام الله أعلم شو بعد ما يروحوا ويخلصوا من التخزين شو بيعملوا. هاي مساجد أهل السنة. يا من تدعي هؤلاء بنصرة الإسلام، بدهم ينصروا الإسلام، قالبين المسجد أغاني. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر ويرفع فيها اسمه. مين أظلم منهم؟ ربنا عز وجل. بيقول لك مين أظلم من هؤلاء اللي بيمنعوا ذكر ربنا عز وجل في المساجد؟ أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي بإذن الله غير خزيهم وأفضحهم، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وبتلاقي واحد إخوانجي مؤدلج بأيد الحوثي بيقول لك هذا راح ينصر فلسطين. وأنا تحديت الحوثي والفيديو وصل إلى الملايين. أتحداك الحوثي إذا فيك مرجلي، طبعا ما فيهم رجل، أتحدى إذا تطلق رصاصة واحدة على القاعدة العسكرية أمامك في جزيرة دهلك بينك وبينها 250 كيلو، أتحداك. بيعملوا حرائق بالسفن، وبعض السفن فيها مخلفات نووية باتفاق مع الأمريكان أغرقوها في البحر الأحمر عشان يسمموا الثروة السمكية ويدمروا اقتصاد الدول المحيطة منها مصر. هاي الحوثي وهي التخادم مع الأمريكان. هذا اللي بده ينصر الإسلام. قبالوا جزيرة فيها قاعدة عسكرية أمريكية فيها أكثر من 1200 عسكري إسرائيلي، وفيها طائرات، وفيها كتيبة استطلاع ميداني وكتيبة لاسلكي وكتيبة صغيرة بحرية. قلت له للحوثي وتحديت الحوثيين اطلقوا رصاصة واحدة. هاي الحوثي صار له حوالي 3 شهور انقتل يهودي واحد على ايده او امريكي. هاي السفارة الامريكي حامين السفارة الامريكية في صنعاء، عاملين عليها محيط، بس مساجد اهل السنة دمار. هاي الحوثي، هاي الشيعة، هاي جماعة الإخوان المسلمين، هاي الإعلام القطري، وللأسف إعلام